رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طيب النفس، قاعد كده ومستريح كده، فقلت يا رسول الله ادعو لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما تقدم منه وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. كل ذنوبها اللي فات واللي جاي واللي في السر واللي في العلانية. فضحكت السيدة عائشة من دعوة النبي حتى سقط رأسها في حجرها، بتضحك قوي من الفرحة، ضحكة الممتن إن سيدنا النبي دعالي. فقال يا عائشة أيسرك دعائي لك؟ قالت يا رسول الله وكيف لا يسرني وقد دعوت لي أن يغفر لي. قال يا عائشة هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة. ما كنتش أعرف المعلومة دي، إن سيدنا النبي في كل سجدة ولا في كل صلاة بيدعي لنا كلنا، الأمة اللي عاشت مع الصحابة واللي جايين بعد كده. اللهم اغفر لأمتي ذنبها ما تقدم وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. احنا هنروح يوم القيامة هنلاقي سيئات احنا عملناها وأجرمنا في حق نفسنا وحق ربنا مش موجودة في ميزان السيئات، ببركة دعوة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.